لمبه اتش على. طيب معلش تمشي برضه تمشي وغش اللمبه من هنا 2 باي في 0.529 ان ايه؟ انا اسف عاوز ارجع للخطوه اللي فاتت تاني بسرعه. الاتش ثابت ولا لا؟ وكتله الالكترون ثابت والاثنين باي والرقم ده يبقى ثابت على ان. ثابت على ايه؟ يا رب يروح الجهنم اللي يودي. سرعه الالكترون في المستوى نسبتها ايه من الداخل للخارج للخارج؟ بكروتي غلط. بكروتي غلط عشان هي اصلا بتقل. وانا مش عايز كلمه بتزداد او بتقل، انا عايز حد عنده ضمير يا جدعان. 1 إلى نص إلى ثلث إلى ربع كده بتزداد. 1 على 1 إلى 1 على 2 إلى 1 على 3 إلى 1 على 4 وهكذا. طب مش ده بيبين ان سرعه الالكترون في المستوى الاولاني اسرع حاجه؟ طب وده منطقي ولا ما منطقيش؟ منطقي لان هو لما يكون قريب يلزمه يبقى سريع عشان يعمل ايه؟ عشان يتغلب على جذب النواه القوي. طيب الراجل مكشر. ايوه انت مستمر انت. اسمك ايه؟ عمار. عايز منك حسابات حركه الالكترون في المستوى. بص والله العظيم يعني ده انسان الكاينتيك انرجي نص ام في اوربيتال تربيع. عمار اسالك سؤال في نفس الحته. يا رب تروح الجنه. ركز قوي. طاقه حركه الالكترون هنا نص ام في اوربيتال تربيع. عاليه عن اقدر ونسوي فيه ايه؟ طب قول لي لا ليه؟ السلام عليك ما شاء الله. اسمك ايه؟ الله ينور عبده. هنا ربنا يرزقنا جميعا الفهم والاحسان والاتقان عمليه خلط الاوراق اللي هو بقى ايه؟ في ناس مش واخده بالها ان دي ثالث طاقه حركه. احنا خدنا 3 طاقه حركه. أول واحدة كانت طاقة الحركة التي يكتسبها الإلكترون لما نسلط عليه فرق جهد، بس دوكا كان حر زي الإلكترون في CRT بيجري لما صار عليه ده حر بره صايع. فهو كان في طاقة حركة بتطلع مع الإلكترون اللي كان محبوس في المعدن اللي لما يسقط الضوء يقوم طالع. طب استنى معلش، طاقة الحركة اللي فاتت كان بيساوي الطاقه الكهربائيه اللي انا لسه ذاكرها. طب وضغط الحركه بتاعت الالكترون اللي خارج من المعدن دي كانت ضغط حركه بتساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي، ودي كان اسمها طاقه الحركه المصاحبه للالكترون المحرر من المعدن. اما دي طاقه الحركه بتاعت الالكترون بيعمل ايه؟ في مستوى مالوش دعوه بقى ولا طاقه كهربائيه ولا فوتون سقط على المعدن، ده حماده لوحده خالص. طيب طاقة الوضع دي أنا بحاولها لأنه ما حدش يبقى عارفها، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي أنا بشرحها بالتفصيل. أنا مش هشرحها، أنا هقولها على طول عشان دي كانت من الحاجات اللي واخدة وقت. البوتنشال انرجي أول معلومة لازم تعرفها إنها قيمتها بالسالب. أديلك مثال سهل. دلوقتي لو إحنا على سطح الأرض وفي حجر نقول ان طاقه وضعه صفر لانه مش مخزن فيه طاقه، ما هي طاقه ولا طاقه مخزونه. طيب اذا انا رفعته يبقى انا خزنت فيه طاقه موجبه، طاقه وضعه موجبه. طب اذا انا حفرت وحطيته كده انت عشان ترجعه للصفر محتاج تبذل عليه شغل، يبقى هو طاقه وضعه
سالبة. بالمثل سطح الذرة إن كان الإلكترون عليه يبقى طاقة وضعه صفر. طب إذا الإلكترون بعدناه عن الذرة تبقى طاقة وضعه بقت موجبة. إذا دخلناه جوه الذرة في المستوى طاقة وضعه سالبة. إذا الإلكترون بما إنه مغموس جوه الذرة في مستوياتها فطاقة وضعه تبقى بالإيه؟ بالسالب. ومن غير إثباتات هي سالب 2 كاينيتيك انرجي، يعني قبل طاقة الحركة كم مرة؟ إذا الطاقة الكلية للإلكترون في المستوى اللي هي الانرجي بقى هتجمع دول مين؟ ما هي أصلا بوتنشال انرجي وكاينيتيك انرجي. طب اللي مركز مش كده هتساوي سالب كي اي؟ اقف هنا شوية. الطاقة الكلية للإلكترون في المستوى سالبة القيمة. يا رب أعرف أوصلها لك. ليه الطاقة سالبة؟ في سؤال أنا قلته في المحاضرة اللي فاتت الناس اللي متابعة باستمرار. ينفع حد يبقى معاه فلوس للسالب؟ أيوه لما يكون مديون تقول له معاك كام؟ يقول لك أنا معايا سالب 10,000 جنيه. يعني إيه يا ابني؟ يعني أنا محتاج 10,000 عشان أبقى صفر. الإلكترون لو كان حرا طليقا كده تاخده بالموجب. طب لو كان مقيدا محبوسا نحتاج طاقة عشان يتحرك يبقى طاقته ليه بقى؟ طب مثال الإلكترون الذي يجري في السي ار تي ده طاقته الكلية موجبة. السي ار تي فاكرها؟ أنا ما كنتش عارف ده طاقته ايه؟ موجبة. طب الإلكترون المحبوس جوه المعدن ده طاقته بالايه؟ انت عشان تحرره يلزمك ايه؟ طاقه. عشان كده تاخده ايه؟ بسالب. طب بص بقى خش في العمق بقى. طب ده الالكترون اللي في الذره بقى لا مش صفر يا جدع. الالكترون في الذره بيدور حول النواه. هل ده حر؟ مش انت عشان تطلعه من الذره محتاج طاقه؟ ده طاقته بالايه؟ طب معلش خش في العمق اكتر. مش الذره فيها كذا مستوى؟ طب مين فيهم اللي طاقته اكثر سالبين؟ لان يعني تخيل كده ذره عندها الكترونات في المستوى كي والكترونات في ال والكترونات في ام كلهم محبوسين في الذره. تمام؟ بس مين محتاج طاقه اكثر لتحريره؟ اللي جوه. يبقى جميع الالكترونات في المستويات طاقتها بالايه؟ بالسالب والاكثر سلبيه هو الاقرب للنواه. تمام؟ القانون النجم بقى النجم ده اهمه ده حفظ مباشرة برضه. ده من ضمن الحاجات اللي كنت بثبتها. طاقة الإلكترون سالب 13.6 على إن تربيع إلكترون فولت. ده أهم واحد. صلوا على النبي. معلش بص له وخليك معايا هنا ونركز. بيقول لك ان طاقه الالكترون في اي مستوى. بص وعوض في مخك. يعني طاقه الالكترون في المستوى الاولاني يا جماعه ردوا قولي سالب 13.6 الكترون. معلش حسها. يعني لو انت كنت انت اللي خلقت الالكترون ده الموضوع دوران حول النواه وانا بقول لك طاقتك كام؟ وانت قلت لي سالب 13.6 معناها ايه؟ يبقى انت تحتاج لطاقه قدرها 13.6 كي تتحرر من الذره. ده المعنى. طيب طاقه المستوى الثاني هتقسم الرقم ده على 4 صح؟ سالب 3 و4. بالمناسبه الارقام دي لو ايه عرفت تحفظها او انت هتحفظها بالتكرار يكون احسن. الثالث هتطلع سالب 1.51. الرابع سالب 85%. الخامس سالب 0.542. السادس سالب 73. السابع سالب
2/7. الله يكرمك. اكمل تاني ولا كده خلاص؟ اسمع معك الى ما لا نهايه.